السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عامله ايه؟ رب تكونوا بخير وسلامه. النهارده بقى يا حبايبي هنعمل ايه؟ هنعمل رز معمر. هنعمل ايه؟ منوره رز معمر يا حبايبي، جميل خالص بالصلاه على النبي. هنا يا حبايبي انا غسله اللحوق، انا هعمل في اللحوق يا روحي عياره. عياره لازم يكون النص اللحوق يا روحي نص رز. طاجن لحوق اي شيء لازم نص يكون رز، ما تزوديش على النص عشان تعملي حساب السوي. ماشي يا روحي؟ هننزل كده بمعلقه اللهم صل على النبي ملح. لو لسه يا حبايبي اول مره تخشي عندي على القناه، يا ريت تشرفيني كده وتدعميني بلايك من ايديك الحلوه، وتشتركوا معايا يا جماعه على القناه عشان تنوروني كده وتشجعوني ان انا انزل فيديوهات. وشكرا اللي عمل لايك دلوقتي. اهو هننزل بقى يا حبايبي، هنحط بقى يا حبايبي شويه زيت كده حلوين بالصلاه على النبي عشان يبقى مفرفر كده وحلو. وهنقلبهم يا حبايبي ببعض عشان يبقى عسل كده بالصلاه على النبي. صلوا على النبي يا روحي. اللهم صل على حضرة النبي محمد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي وفرحانين وفي السعادة وفي الهنا متهنيين. اهو يا حبايبي بالصلاة على النبي. هننزل بقى باللبن بتاعنا القمر ده بالصلاة على النبي. ايه رايكم بقى يا حبايب قلب المنوره او يا روحي؟ لازم تظبطيه كده يا روحي. الرز ما يبقاش كتير زي ما احنا قلنا، في نص اللحوق بس او في نص الطاجن. ماشي يا قلبي؟ ونقطه زيت كده، شويه زيت حلوين، ونص معلقه ملح، وتقلبيه الملح يا حبيبتي عشان ما يبقاش تيجي تاكلي تلاقيه بجنب واحد. بصوا بقى يا حبايبي اعرفك ازاي تبقي اعملي الرز المعمر يطلع مظبوط منك وما يبقاش معوج. اهم حاجه تساوي الرز بعد ما تعمليه. انت حطيت الملح والزيت تسويه قبل ما تحطي اللبن. ماشي يا روحي؟ بعد كده تعرفي ازاي عياره تشوفي بقى يا حبيبتي عقله صابع اهو. تمدي ايدك كده بالصلاه على النبي تقيسي عقله صابع يبقى كده الرز هيبقى معاكي حلو. لو جنب واطي يبقى اعرفي ان هو هيبقى واطي من الجنب. تظبطيه يا روحي قبل ما تحطيه في الفرن عقله صابع. هنحطه بقى يا حبايبي في النار بتاعته بتكون عاليه. بتكون عاليه يا حبايبي وبتكون كويسه. هنحطه بقى في درجه حراره متوسطه ونوريه لما طلع من الفرن بالصلاه على النبي. جميل ازاي؟ بصي بقى يا روحي الشوكه بتاعتك كده القمر ديت هتغرزي كده. ان حسيت ان في خروشه كده يبقى اهو، يبقى هو عايز ايه؟ عايز مثلا ايه؟ نقطه ميه اهو يا روحي. مش ما فيش خروشه وعسل كده زيك، يبقى كده حلو قوي اهو يا روحي بالصلاه على النبي. ايه رايكم بقى يا حبايبي في رز معمر جميل كده؟ لو وصلت بقى لحد هنا يا روحي متنسيش بقى تعملي لي كده لايك حلو من ايديكي، وتعالي تشتركي معايا في القناه وتنوريني يا روحي بالصلاه على النبي. بقى يا حبايبي دي الجمال بقى، دي الجمال جمال ده. اللهم صل على النبي يا روحي. سمنه فلاحي، سمنه الفلاحي البلدي يا روحي اهو بالصلاه على النبي. هبدا ان انا اوزعها كده. ممكن تحط زبده يا قلبي بدل الزيت براحتك اهو يا روحي بالصلاه على النبي. عسل دي بقى تخليهولك عسل. انت كده استوي، والسمنه دي بتبقى زياده عليه بتخليه بقى مفرفر وتخليه بيلمع كده ويبقى جميل خالص. وتسلم ايديك يا روحي اهو يا قلبي بالصلاه على النبي. صلوا كده على النبي يا حبايبي واعملوا كل حاجه بحب. كل سنه وانتم بصحه وسلامه يا قلبي. ايه رايكم بقى يا حبايبي في الجمال ده؟ انا حاسه ان هو ايه محتاج سنه كمان. هعمله شويه ميه بس كده صغيرين عادي خالص مفيش مشاكل. كل حاجه فضل ونعمه يا حبايبي. ربنا يحفظها يا رب وربنا يديمها نعمه علينا يا حبايبي ويحفظها من الزوال. واحطه بقى يا حبايبي ينشف في الفرن تاني يا حبايبي والشم. ايه رايكم بقى يا حبايبي في الجمال ده؟ الجمال ده بقى ما يسهلش لايك، يستاهل لايك بقى ومتابعه، وتعملوا له كده اشتراك في القناه كده عشان يوصلكم كل جديد. شجعوني يا حبايبي ان انا اعمل فيديوهات. وكل سنه وانتم طيبين يا روحي او بالصلاه على النبي. هو بقى رد بقى يا حبايبي السمنه البلدي بتخليه طعمه كده جميل خالص. انت حابه تحط زبده في الاول براحتك، ودي شيء براحتك خالص اللي يعجبك براحتك. بس اهم حاجه تظبطي الرز والعقد عشان ما يبقاش يوقع منك ويبقى زياده عن اللحوق او البرام اللي انت عاملاه. ماشي بقى يا حبايبي؟ بسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.